السلام عليكم. مشاهدي قناة باختصار نيوز، تتحرى المملكة العربية السعودية هلال عيد الفطر المبارك مساء يوم السبت 29 من شهر رمضان، استجابة لدعوة المحكمة العليا لجميع المسلمين لتراءي الهلال. ويجري التحري خلال الفترة الممتدة من غروب الشمس حتى غروب القمر خلف الأفق وفقا للتوقيت الشرعي المحدد. وأوضح الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي أن هذا العام يشهد تزامن نهاية دورة قمر رمضان مع كسوف شمسي جزئي غير مرئي في السعودية، حيث تمثل لحظة الكسوف لحظة الاقتران بين القمر والشمس وبداية ولادة الهلال الجديد. وأضاف هندي أن الهلال سيولد فلكيا عند لحظة الاقتران في 1:58 ظهرا، وسيبلغ عمره عند غروب الشمس 4 ساعات ونصف الساعة فقط، فيما لن يتجاوز ارتفاعه عن الأفق درجة واحدة، وسيمكث بعد غروب الشمس لمدة 6 دقائق فقط. وأكد أن هذه الظروف تجعل رؤية الهلال غير ممكنة باستخدام التلسكوبات أو تقنيات التصوير الفلكي المتقدمة، نظرا لقربه الشديد من وهج الشمس بسبب الكسوف. ورغم صعوبة الرصد الفلكي، أشار هندي إلى أن الشرطين الأساسيين للرؤية الشرعية، وهما ولادة الهلال قبل غروب الشمس ومكثه بعدها، سيتحققان، مما يتيح إمكانية قبول شهادة الشهود وفقا للمعايير الشرعية. وبناء على ذلك يتوقع أن يتم الإعلان عن عيد الفطر يوم الأحد 30 من شهر مارس، نظرا لتوافر شروط الإثبات الشرعي. تابعونا للمزيد من الأخبار التفاعلية.